السلام عليكم، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي بقيتو مزيان؟ نتمنى لا فيديو ديال اليوم يوصلكم ان شاء الله وانتم في تمام الصحه والعافيه وتكونوا بخير وعلى خير. فيديو ديال اليوم فيديو زوين بزاف والله، الا كنت كنتسنى نديرو معاكم صراحه. والله شحال وانا باغا نديرو، لان هاد الوصفه اصلا انا طبقتها، ما نكذبش عليكم، كنت لقيتها في تيك توك وقلت انا هي كيفاش ما عمرني انتبهت ليها، يمكن تكون بصح، وجربتها. راه ما نقدرش نقول لكم، ما كاينش اللي سولني، حيت انا كندير الفولار بطبيعه الحال، ما حيت درتها ليا ولبنتي. راه ما كاينش اللي ما سولنيش على هذه الوصفه من شافوا الشعر ديال بنتي. كلشي اللي شاف الشعر ديال بنتي تيقول لي شنو درتي لها. واحد اللون غزال. قبل ما ندوز للفيديو، قبل ما نوريكم المكونات، وقبل ما نقول لكم شنو ديروا، اختي ديري لي واحد اللايك الله يعطيك الستر. انا ما كنبخلش عليك بالمعلومه، وانت ما تبخليش عليا باللايك، وما تبخليش عليا بالبارطاج، وما تبخليش عليا اختي بواحد التعليق صغير ويكون زوين بحالك. الله يجعله في ميزان حسناتك. ولا كنتي اول مره كتشوفي هاد لاشين، تابوني فيها اختي وبارطاجيها مع احبابك. المهم غادي ندوز حبيبتي الوصفه ديال اليوم. شكون اللي ما كيعجبوش اللون الاحمر؟ عرفتي واحد اللون غزال 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 تيحمق، اقسم بالله العلي العظيم. وبالنسبه لي انا بغيت نوريكم المكون الاساسي ديالنا وما تستغربوش، غيخليكم معايا. شحال من المكون الاساسي ديالنا هو هذا الحنه. انا من الناس اللي كنهرب من الحنه. علاش؟ كتشوك ليا شعري. كنت درت معكم واحد الوصفه ديال العكار، راه غادي نديرها معكم في اليوتيوب. شو كطلعت حالتي. المهم نرجعوا للموضوع ديالنا. شكون اللي ما كيعجبوش اللون داك الاحمر الزوين ديال الشعر؟ وهو باش نكونوا متفاهمين، راه كل وحده كيفاش غادي يخرج ليها على اللون ديالها. انا وبنتي الشعر ديالنا فاتح، يعني شاطع. هذاك الشيء علاش، وبنتي زهره، هذاك الشيء علاش عطاها واحد اللون تيحمق. وما كاينش اللي سولت، اللي شافتها وما سولتنيش شنو درتي شعر بنتك. وانا عاوتاني عطاني واحد اللون تيحمق. وبنت لوسي اللون ديالها مغلوق على ديالنا، عطاها واحد اللون تيحمق. يعني حنا ثلاثه النساء جربناها على راسنا، يعني ما عندكم مناش تخافوا. بالنسبه للبنات اللي كيخافوا من الحنه انها تشوك لكم الشعر، شنو رايكم هاد الوصفه ترطب لكم الشعر؟ كترطبوا يا البنات، كيرجع رطب اقسم بالله العلي العظيم. المهم لقيت واحد البنت كتستعمل هذه في تيك توك، قلت لها كيفاش هذه؟ ما عمرني انتبهت. واذا بمني كنقراها هنا كنلقى بصح راه حتى ديال الشعر. ها هي عندنا هنا حناء من نوع ممتاز خالي من المواد الكيماويه طبيعيه 100%، بعد الحصاد، المطحونه على الطريقه التقليديه، تستعمل للشعر والنقش وعلى جميع اجزاء البدن. يعني يمكن لك ديريها حتى في مع الصابون البلدي، يعني في هذه قولي لي نسيتها. المهم احنا كنا كنسمعوا بان فيها الديليو الى اخره، وفعلا انايا منين بقيت كنقول انا كيفاش ممكن نديروا فيها الديليو وهي يابسه. انا جربتها البنات ودابا راني غادي نعاودها، لان بصح راه كتحمق. ممكن نحتاجوا باكيه ديال الحنه، وكيبقى هنا احتاجيت انا وبنتي باكيه ونص. عندنا الشعر شويه طويل، المهم محتاجين باكيه ونص. البنت اللي عندي باكيه جات معاها نيشان، بنت لوسي جات معاها باكيه نيشان جاتها، درتها لها انا. المهم جاتها زوينه. غادي نحتاجوا لهداك اللون اللي حنا عطاتنا، ولكن انا كنزيدها واحد الحنه مهما تجلس ليا واحد 4 السوايع ولا 6 السوايع في راسي، خصني نستافد منها الماكسيموم. يعني باش غادي نخلطها انا نوريكم، وباش كذلك ما نخسرش ديك الفائده ديالها، على انها غادي تخلي ليا الشعر يرطب. تبعوا المراحل الله يعطيكم الستر باش تصدق معكم الوصفه. باش اولا تحاربوا التساقط، تحاربوا كي كنقولوا القشره ديال الشعر، تحاربوا داك الطفيليات اللي كتكون في الشعر، وكذلك التقصف. البنات اللي شعركم متقصف راه ما غاديش يبقى متقصف مع هاد الوصفه اللي غادي ديروا. زائد انكم غادي ترطبوا شعركم، زائد انكم غادي تحصلوا على واحد الشعر اللي هو صحي ولون صحي وبدون مواد كيماويه. واللون راه واخا بالصباغه ما غاديش يجيك بحال داك اللون، واحد اللون روعه. المهم غادي نحتاجوا هنايا واحد العشوب، عندي 2 طباصل في الحقيقه ماشي غير طبسيل، ها هما. اختي الا ما عندكش هاد المكونات كاملين وناقصك مكون واحد ماشي مشكل، ما ديريهش. ولكن كاين مكونات اللي غادي نقول لك ضروري يكونوا، بحال مثلا هذا القشور ديال الرمان. دابا الوقيته ديالو الا ما عندكمش، انا كنيبسهم نيرهم في الشمس يبسوا، كنجمعهم. هادو راه من العام اللي فات،
وكنخليهم عندي في واحد الميكا مجموعين تيبقاو ما تيغملوا ما حتى شي حاجه، غير يبسوهم مزيان يعني يبسوهم مزيان. الوراق ديال دابا الوقيته ديالو ما عندكمش، كتمشيو لعند العطار كتلقاوهم. وراق الرمان، الزعتر، كنعرفوا حنا الزعتر الفوائد ديالو وعاد اللون اللي كيعطي للشعر. وغادي نحتاج هنا هذه الوراق سيدنا موسى، وراق سيدنا موسى كيف ما قلت لكم انا باغا نستافد مزيان من الوصفه، وهذيك المره درتها بحال هكا. هذه مريوته وهادشي هذا كامل كنهزو غير بحال هكا بين يدينا وصافي. هذا كليطو، كتعرفوا كليطو ورق الصفصاف، ورق الصفصاف او الكليطو. قلت لكم المكون اللي ما عندكمش راه ما غاديش ديروه. غنجيب واحد الكاسرونه غادي نديرو في هاد المكونات ياك، غنزيدو هاد المكونات هادو، غنوريكم هاد المكونات هادو. عندي هنا ورق الزيتون اللي ضروري مؤكد مع الرمان هو الكركديل انا وريته لكم. عندي السلميه كنت ذكرتها لكم، مريوته السلميه وازير، شويه هكا ها هو الطبيصين غادي نديرو في هذيك الكاسرونه. المكون الاخر اللي هو اتاي، حبوب اتاي، غنحتاج منه تقريبا 2 معالق كبار. والثومه ماشي غير هذه، غنحتاج واحد 4 الفصوص هكا بالقشوره ديالهم، نلوحهم، وبصله حتى هي واحد البصيله صغيره بالقشره ديالها غادي نلوحها في هذا الماء في هذه الكاسرونه. هنا غادي ندير يطرو ديال الماء، غادي نخليه يغلي. منين يبدا يغلي غادي نغطي هاد المكونات بشي حاجه باش ما يفقدوا لياش الزيوت ديالهم والفوائد ديالهم، وغادي نقص عليهم الوطه وغادي نخليهم 5 دقائق حتى 6 دقائق فوقها معافيه مهيله كيغلاو. من بعد غنطفي عليهم الوطه وما نحلش على هاد المكونات، غادي نخليهم هنايا في هاد الكاسرونه حتى يبردوا تماما، حتى يبردوا البنات. منين كيبردوا كنصفيوهم وكناخذوا غير الماء، وكنحاولوا من نكون كنصفيوهم نبركوا عليهم باش تخرج كاع ديك العصاره ديالهم. هذاك الماء كيكون اللون ديالو مغلوق، كنشدوا داك الماء وكنخلطوا به هاد الحنه هادي، اوكي، كتخلطوا به الحنه حتى كتحصلوا على واحد الخليط اللي هو اللي غادي ديري. انا كتعرفوا الحنه ديال الشعر كيفاش كتكون شويه مزاريه ما ثقيله، كتخلطوها وكتخليوها تختمر ليله كامله، يعني ما ديروهاش من نفس النهار. يعني خذوا وقتكم باش تصاوبوا هاد الوصفه باش تصدق معكم البنات، الله يعطيكم الستر. عطوني ودنيكم، خذوا وقتكم باش تصدق معكم. خلطوها، خليوها غير على برا الحال بارد دابا، وخليوها فوق البوطاجي ليله كامله. الصباح ملي كتنوضوا عاد خلطوها في شي حاجه اناء زجاجي، اوكي، ما تخلطوهاش بحال هكا. وقبل ما تخلطوها الماء، هذاك الماء سخنوه مزيان، ماشي داك الماء اللي صفيناه، سخنوه حتى يسخن مزيان، يعني بحال طيبوا اتاي عاد نخلطوا به هاك باش يطلق لينا كاع داك الفوائد اللي تما. ومن بعد كتخليوها ليله كامله. الصباح ملي كتنوضوا كتشدوها كتدفيوها باش ما ديروهاش لشعركم بارد، اوكي، باش كيتفتحوا المسام. تغدى لينا الفروه ديال الراس مزيان. كتفرقوا الشعر ديالكم وكتخدموه خصله كتخدموه مزيان، وكديروه في الجدوره ديالكم باش كتحيد منكم كما قلت لكم الصيبان، كيتحيد منكم كي قلت لكم القشره كيتحيد منكم، داك سميتو الشعر ما تيبقاش عكزان كيطوالو بزاف ديال الامور. وعاد اللون اللي قلت لكم كتحصلوا عليه والرطوبيه البنات والله يمي تشوك لكم شعركم بهاد الحنه هذه. كتخليوها من 4 سوايع حتى ل 6 سوايع، يعني خذوا وقتكم فيها. واللي خلاتها النهار كله الله يرضى عليها، واللي باتت معها الله يرضي عليها اللي باتت بها الله يرضي عليها يعني ما غاديش تضر لكم الشعر. كاين البنات اللي كيباتوا بالحنه. المهم انا قلت لكم من 4 سوايع حتى 6 سوايع باش تاخذوا الوقت ديالكم. كل ما بقات في الشعر كتكون مزيان، يعني واخا تباتوا بها ما تخافوش. ويمكن منهم انا ما نقدرش نبات بشي حاجه في شعري لحقاش كنقنط وما غاديش نعس، لذلك كنخليوها النهار كامل. انايا كنخليها النهار كامل، يعني من الصباح حتى العشيه، ونعوم ولا حتى الليل ونعوم وندخل الفراش ديالي صافي. ولكن كتجي واعره صافي، كوني هانيه وغادي تحيد دغيا، ماشي بحال الاخرى كتوحل في الشعر وما كتصفاش منها، ما كيصفاش يعني الشعر منها.
صافي البنات غادي تحصل منين نشوف لك شعرك اجي اختي قولي لي شنو لقيتي. كتلقاي واحد اللون واعر والشعر حتى الشعر كيتبدل في كيفاش غنقول لك في اللمعه ديالو في الكثافه ديالو. نتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. راه قلت لكم اي حاجه عرفتها راه معليش نبخل عليها بكم عليها عليكم وغادي تاخذوا من عندي غير ان شاء الله سوبر ديال الوصفات. واي وصفه جربتها وعجبتني راه غادي نشاركها معكم. يلا مع السلامه.